السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب أولى إعدادي في كل مكان، أهلا بيكم. إن شاء الله رب العالمين موعدنا النهاردة مع حل النموذج الثالث في كتاب المعاصر. مش هطول عليك، النموذج الثالث ده هتلاقيه صفحة 52 في كتاب المعاصر. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي المجموعة الأولى اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. ما صورة النقطة دي اللي هي 4 وسالب 1 بالانعكاس في محور الواي؟ طبعا احنا عارفين الانعكاس في محور الإكس نروح نغير الواي، الانعكاس في محور الواي نروح نغير الإكس. يبقى أنا هنا كده لما هبدأ أقول له الانعكاس في محور الواي فنغير الإكس، يبقى الإجابة بتاعتي السؤال 4 وسالب 1. هو قال لي انعكاس في محور الواي يبقى نغير الإكس، يبقى نخليها سالب 4 وسالب إيه وسالب 1، يبقى الإجابة ج. السؤال الثاني هنبدأ نقسم يا مستر ده على ده ونشوف الإجابة. طيب موجب على السالب فيها السالب، و36 على الأربعة فيها التسعة، وإكس أس 2 على الإكس فيها الإكس، واي أس 3 على واي أس 2 فيها الواي. يبقى الإجابة بتاعتي سالب 9 إكس واي، سالب 9 إكس واي. السؤال الثالث إذا كانت 4 أس سالب 2 في A بيساوي 1. طبعا احنا عندنا معلومة مهمة جدا بتقول إن العدد في معكوسه الضربي يساوي 1. كويس جدا. طيب وكنا بنقول برضو، كنا بنشرح في الفيديوهات وفي اللي فاتت كنا بنقول ان المعكوس الضربي بنغير اشارة الاس. يعني لو جيت قلت هنا كده 4 اس سالب 2 في نقط هيدي 1، احنا بنقول ان العدد في المعكوس بيدي 1. طيب 4 اس سالب 2، 4 أس سالب 2 نضربها في كام عشان يدينا 1؟ هتقول لي يا مستر نضربها في المعكوس الضربي. طب المعكوس الضربي بنعمل ايه؟ بنغير إشارة الأس، يبقى 4 أس سالب 2 تتحول تبقى 4 أس موجب ايه 2. يبقى الإجابة بتاعتي 4 أس موجب 2. طيب يبقى الإجابة بتاعتي 4 أس ايه؟ أس موجب 2. هل دي 4 أس موجب 2؟ لا. دي لا، دي لا. طيب 4 أس 2 دي يا مستر اللي هي ب 16، يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى بكام؟ ب 16. طالما ما لقيتش 4 أس 2 فاكيد نعرف ايه ان الاربعه اس 2 دي معناها 4 اس 2 معناها ان الاربعه دي اتضربت في نفسها مرتين اللي هي 4 في 4، و4 في 4 بكام؟ ب 16. فلو لقيت 4 اس 2 خدها، لقيت 16 خدها، لان الاثنين بيساووا بعض. ندخل بعد كده السؤال الرابع اذا كان احتمال نجاح طالب هو 85% فان احتمال رسوبه. طيب خلي بالك من المعلومه دي يا مستر، ايه هي؟ لما يقول لي احتمال نجاح طالب 85% فإن احتمال رسوبه، هقول له يا مستر هو الطالب علشان النجاح والسقوط. يعني هقول لك حاجة، انت دخلت امتحان جبت في الامتحان يا مستر 18 من 20، يبقى انت خدت كام درجة؟ خدت 18. طب اللي انت ما خدتهمش كام؟ درجتين. طب لو جمعت ال 18 اللي انت خدتهم مع الدرجتين اللي انت ما خدتهمش، الاتنين مع بعض يدوا كام؟ يدوا 20 اللي هي الدرجة النهائية. احنا عندنا يا مستر الدرجة النهائية او الحاجة النهائية 100%. يبقى دلوقتي 100%، يبقى دلوقتي كده يا مستر لو انا جيت قلت 100%، تمام كده. طيب دي 85% نجاح، يبقى ال 100% هناخد منها 85% نجاح، هيتبقى لي كام من ال 100% لما ناخد منها 85؟ هيتبقى 15. 15% ده اللي هي رسوب، يبقى ال 100% لما ناخد منها 85 هيديني 15، يبقى الإجابة بتاعتي 15%. ممكن تلاقي ال 15% دي، ال 15% اللي طلعت دي ممكن تلاقيها بتتكتب لك بالشكل ده 15 على 100، ممكن تلاقيه مكتوبة بالشكل ده 15 من 100. ما عنديش مشكلة، فاهم قصدي؟ يبقى الإجابة اهي هتلاقيها 15%. لا مفيش 15%، 15 على 100 مفيش 15 على 100، 15 من 100 يا مستر يبقى 15 من 100، يبقى الإجابة رقم إيه؟ يبقى الإجابة رقم ب. السؤال الخامس إذا كان بعد مستطيل، كلمة بعد مستطيل يقصد بيها الطول والعرض. بعد مستطيل يقصد بيها الطول وإيه؟ والعرض. يعني نفترض يعني إن ده ال L وال W، الطول والعرض اللي هو ال L وال W. وحدة طول، فما هي المساحة؟ احنا عارفين ان المساحة بتاعة المستطيل يعني ال A بتاعة المستطيل بتساوي ال L في ال W، يبقى القانون بتاعها L في ايه؟ L في W. طيب ال L بكام؟ ال L ب5 واي في، طيب ال W بكام؟ ال W ب3 واي، ونضرب بقى 5 في 3 ب 15، ونضرب واي في واي، عند الضرب نجمع الأسس يبقى واي أس 2، يبقى الإجابة بتاعتي 15 واي أس 2، يبقى الإجابة بتاعتي رقم ب. السؤال السادس
2x ناقص الواحد أصغر من أو تساوي التسعة، فأيا مما يأتي يمكن أن تكون قيمة الإكس. تعالى نبدأ نشوف هو بيتكلم على إيه. طيب هنمسك المسألة بتاعتنا اللي هي 2x، أحلها فين؟ طيب المسألة دي رقم 6، تعالى نكتبها هنا كده رقم 6. تمام، تعالى نرفع بس كده عشان كله يبقى إيه، يبقى شايف إحنا بنكتب إيه. 2x ناقص الواحد أصغر من أو تساوي 9. كويس، يبقى 2x أصغر من أو تساوي 9 وناقص الواحد دي نشيلها نحطها ورا بزائد الواحد، يبقى 2x أصغر من أو تساوي، هنجمع بقى يا حبيب قلبي مع بعض 9 زائد 1 كام؟ 10، صح كده؟ قال لي اه. قلت له خلاص، ايه رأيك لو قسمنا هنا على الاثنين وقسمنا هنا على الاثنين؟ هتقول لي يا مستر الاثنين دي تمشي مع الاثنين هيتبقى x واصغر من او تساوي و10 على الاثنين فيها الخمسة، يبقى الاكس اصغر من او تساوي كام؟ الاكس اصغر من او تساوي الخمسة. لو انا بصيت هنا يبقى معنى كده ان الاكس دي ممكن تكون بخمسة عشان فيه يساوي، واصغر من الخمسة ممكن تكون 4 بقى 3 وهكذا. طيب هو قال فأيا مما يأتي يمكن أن تكون قيمة الإكس ممكن تكون بخمسة أو 4 أو 3، بس هنا مكتوب 5 يبقى ناخد إيه؟ الإجابة رقم د. ده السؤال السادس. السؤال السابع بيقول 42 في 10 أس سالب 7 بتساوي كام في 10 أس سالب 6؟ طيب تعال نحول دي كده يا مستر، تعال نحول دي كده للصورة العلمية. هنقول له يا مستر 42 في 10 أس سالب 7، لما نيجي نحولها هنا ده عدد صحيح ولا مش عدد صحيح؟ قصدي عدد كبير ولا عدد صغير؟ يا مستر ده عدد كبير طالما أكبر من العشرة. طيب البوينت الأصلية هنا والبوينت الجديدة هنا يبقى 4.2 في 10 أس سالب 7. كويس، ما بين البوينت الأصلية القديمة والبوينت الجديدة رقم واحد. حلو، طب الرقم ده كان بينهم رقم واحد، يبقى اهو هنكتب هنا واحد. طب هنكتب قبليه زائد ولا ناقص؟ ال 42 دي كانت اكبر من العشرة فهو رقم كبير، فهنكتب هنا كده زائد. يبقى المسألة بتاعتي هتتحل 4.2 في 10 أس سالب 7 زائد الواحد، يبقى 10 أس سالب 6. لو جيت تقارن دي بالإجابة دي هتقول له 10 أس سالب 6 و10 أس سالب 6، يبقى الكي ب 4.2. يبقى هو عايز قيمة الكي، يبقى قيمة الكي يا مستر رقم د 4.2. ندخل على السؤال اللي بعده رقم 8. احتمال الحدث المؤكد بكام؟ الحدث المؤكد بواحد. طيب أنا عندي خلي بالك عندي احتمالين بيجوا لا إما ده لا إما ده، يعني في الاختيارات يجي يقول لك احتمال الحدث المؤكد بإيه؟ تقول له بواحد. ولو قال لك احتمال الحدث المستحيل، طب لو قال لك بقى احتمال الحدث المستحيل، الحدث المؤكد بواحد أما الحدث المستحيل احتماله بيساوي صفر. يعني لما اجي اقول لك يعني ايه، هتقول لي يا مستر يعني ايه احتمال الحدث المؤكد ويعني ايه احتمال الحدث المستحيل؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. احتمال ان الشمس تشرق كل يوم من الشرق. ايوه يا مستر ما هي الشمس بتشرق من الشرق، فده حاجة مؤكدة كلنا عارفينها، فده بنقول عليه احتمال مؤكد، وان الشمس تظهر من الشرق. ايوه ولا لا ولا بنسبة؟ يعني ممكن ايوه ممكن لا يا مستر ده لا 100%. يعني يا مستر طيب طالما 100% يعني واحد صحيح، يبقى احتمال ان الشمس تيجي من الشرق واحد صحيح، يبقى الاجابة بواحد. لو جيت قلت لك احتمال ان تمطر السماء ذهبا اليوم، ايه السماء بتاع الميه هتنزل ذهب يا فرج الله؟ لا خالص طبعا، عمر السماء بتاعتنا ما هتنزل ذهب. طالما السماء مش هتنزل ذهب فده مستحيل ان هو يحصل، فبنقول احتمال الحدث نفسه اسمه حدث مستحيل، احتماله انه يحصل صفر، مفيش احتمال خالص ان هو يحصل اساسا. طيب المعكوس الضربي، طبعا احنا عندنا نوعين من المعكوس، ركز كده معايا. المعكوس الضربي لو كان كسر، المعكوس الضربي لو كان كسر بنقلب. على سبيل المثال لو جيت قلت 3 على الخمسة، المعكوس الضرب بتاعها يبقى نقلبها يبقى 5 على 3. أما المعكوس الضربي بقى يا مستر، أما المعكوس الضربي لو كان أسس، فنروح نقول له إيه؟ نغير إشارة الأسس.
على سبيل المثال ركز كده معايا، لو جيت قلت 3 أس 2 المعكوس الضربي يبقى 3 أس سالب 2. أما بقى يا مستر لو جينا نتكلم في المعكوس الجمعي، المعكوس الجمعي لو المعكوس الجمعي بنغير إشارة الرقم. يعني لو أنا جيت قلت 4 أس 2 أو خلينا نقول 3 أس 2 المعكوس الجمعي يبقى سالب 3 أس 2. ده كده المعكوس الجمعي. المعكوس الضربي غيرنا إشارة الأس، المعكوس الضربي غيرنا المعكوس قصدي الجمعي غيرنا إشارة إيه؟ الرقم. تمام كده يا باشمهندس؟ طيب هو بيقول لي المعكوس الضربي، طيب ناخد الأول ال 49 جذرها كام؟ ال 49 جذرها 7 وال 64 جذرها 8. أنا عايز المعكوس الضربي بتاع السبعة على الثمانية، يبقى نقلبها يبقى 8 على السبعة، يبقى الإجابة بتاعتي رقم د 8 على السبعة. طيب ندخل على المجموعة الثانية. بيقول لي أجب عن الأسئلة الآتية، ارسم المثلث حيث A و B و C أعطهم لنا ثم أوجد صورته بالدوران متبوعا بدوران. يبقى هنا كده ده اسمه تركيب الدوران. اللي هو بيكون عبارة عن دوران متبوع بدوران، اسمه تركيب الدوران. طيب يعني ايه يا مستر؟ صلى على اللي يشفع فيك، صلى الله على محمد. لو جيت قلت لك ال A وال B وال C، طيب ال A بصفر واتنين وال B بأربعة وواحد وال C بتلاتة وأربعة. طيب هو طالب مني دوران سالب 180. أنا كنت بقول صراحة الدوران اختصاره كلمة الحرف الأرض هو اختصار الدوران، فلما أقول دوران سالب 180 دوران سالب 180 دوران سالب 180، فال A وال B وال C هيديك A شرطة و B شرطة و C شرطة. طيب الدوران بنغير الاشارتين وهم قاعدين مكانهم، مش بعمل اي حاجه. يعني بنمسك الاكس نغير اشارتها وبنمسك الواي نغير اشارتها. يعني ايه نغير اشارتها؟ يعني نخلي الموجب سالب والسالب موجب، نغير الاشارات. فلما اجي اغير دي ركز كده معايا، الصفر ما بيتغيرش بينزل زي ما هو، والاتنين بنغير اشارتها يبقى سالب 2، الاربعه بتنزل سالب 4 والواحد بينزل سالب 1 يبقى بنغير الاشارات، التلاتة يبقى سالب 3 والاربعه يبقى سالب 4. كويس جدا. اللي طلع ده يا مستر طالما قال لي متبوعا بدوران، يعني اللي طلع ده هجيب له دوران، ماليش دعوه بالاصل بقى، الاصل انا جبت له دوران، الناتج اللي طلع بقى هجيب له دوران جديد. يبقى دلوقتي لو انا هجيب دوران جديد، دوران كام بقى؟ قال لي دوران 90. قلت له ماشي، يبقى دي يا مستر طالما دوران 90 يبقى ده هنسميها A شرطتين B شرطتين C شرطتين. طيب كويس جدا. طيب الدوران ال90 بنبدل وبعدين نغير إشارة الأول، يبقى لازم ترتب الخطوات، ما ينفعش تغيير خالص دلوقتي. الأول نبدل وبعد ما نبدلهم ويقعدوا ويرتاحوا مكانهم نمسك الأول نغير إشارته. يبقى لما نيجي نبدل دول يبقى بدل الصفر والسالب 2 يبقى سالب 2 وصفر، ونغير إشارة الأول، يعني الأول سالب نخليه موجب، يبقى ده كده موجب. ممكن نيجي مسحينها بقى، ممكن نيجي مسحين كده بس خلاص، يبقى 2 خلاص زي الفل. طيب هنبدل دول، بدل سالب 4 وسالب 1 هنبدلهم يبقى سالب 1 وسالب 4. طيب وبعد ما نبدل نغير إشارة الأول، السالب 1 يبقى موجب، يبقى موجب 1، يبقى المفروض السالب ده يشال، يبقى شكلها هيكون بالشكل ده. يبقى مستر أهو تمام كده؟ قال لي تمام. طيب عشان بس إيه، تمام يا مستر زي الفل. طيب نيجي على السؤال ده، هنبدل سالب 3 سالب 4، لا هنخليها سالب 4 وبعديها سالب 3. بعد ما نبدل نغير إشارة الأول، فلما أجي أغير إشارة الأول أهو تمام كده. قال لي زي الفل. بس للأسف يا مستر، نعم يا عم للأسف، ليه إن شاء الله؟ هو كان قايل لي ارسم المثلث ده
حيث كذا كذا ثم ارسم صورته يعني المفروض ان انا ارسم الاصل وارسم الدوران الاول، يعني هرسم 3 رسومات. قال لي قلت له طيب ايه رايك اصغر السبوره كده شويه ونركنها هنا حتى لو كده ما زلت برضو انت شايف؟ قال لي زي الفل. قلت له خلاص نجيب بقى الشبكه التربيعيه بتاعتنا اهي اهي ونيجي مكبرين. تمام، حلو جدا يا مستر. ونيجي نقول له طيب هنرسم A و B و C، 0 و2. فين الصفر اهو والاتنين اهي، ونسمي دي كده A. والبي 4 و1، ادي 4 وادي الواحد ونسمي دي كده B. والسي 3 و4، ادي التلاتة اهي وادي الاربعة اهي ونسميها C. ونيجي موصلين ده بده وده بده وده بده، يبقى ده A B C. طيب A شرطة B شرطة C شرطة هنرسمهم. A شرطة 0 وسالب 2، 0 وسالب 2 هنسمي ده كده A شرطة. البي شرطة -4 وسالب 1، -4 وسالب 1 يبقى ده كده البي شرطة. السي شرطة -3 وسالب 4، -3 وسالب 4 يبقى السي شرطة. ونيجي موصلين ده بده وده بده وده بده، يبقى ده كده الدوران التاني او الدوران الاول. ده الاصل وده الدوران الاول. طيب هنيجي بعد كده يا مستر نرسم A شرطتين B شرطتين C شرطتين. طيب ال A شرطتين 2 و0، الاتنين على محور الاكس والصفر يبقى مكانها، هتقف مكانها، دي كده ال A شرطتين. ال B شرطتين 1 وسالب 4، الواحد اهو والسالب 4 تحت يبقى ده كده B شرطتين. السي شرطتين 4 وسالب 3، الأربعة أهي والسالب 3 أهي يبقى دي كده السي شرطتين. كويس جدا. واجي موصل دي بدي ودي بدي ودي بدي، يبقى ده كده بالنسبة لنا الأصل وده الدوران الأول وده الدوران الثاني. تمام كده. وبكده السؤال بتاعنا خلص، وندخل على السؤال اللي بعده. بيقول له مربع طول قطره 4x زائد 3 وحدة طول، احسب مساحته. أنا عارف إن ال A بتاعة المربع يعني مساحة المربع هتساوي نص في دي تربيع. قال لي ممتاز جدا، حيث الدي هو طول القطر. الدي اختصار كلمة طول القطر، فهقول له يا مستر نص في دي تربيع يعني طول القطر لكل تربيع. طول القطر 4x زائد ال3 لكل تربيع. كويس جدا. طيب يبقى هنقول له يا مستر النص اهو في، طيب ده قوس لكل تربيع. لما نيجي نفكه بنقول له الاول في الاول، الثاني في الثاني، يبقى الاول في الاول والثاني في الثاني. وبنضرب 2 في الاول في الثاني، يعني 2 في 4 ب8، 3 في 8 ب 24x، يبقى دي كده 24x. طيب كون ان انا هضرب نص جوه هنا معناها ان انا هقسم كل ده على الاثنين. يعني بص كده معايا 16 اكس تربيع، لما اضرب نص جوه كاني هقسم ال 16 على الاثنين، زائد 24 اكس لو هضرب النص جوه كاني بقسم على الاثنين، والتسعه كاني برضو بقسم على الاثنين. كويس جدا. طيب 16 على الاثنين فيها ال8 اكس تربيع، و24 على الاثنين فيها ال 12 اكس، وهنا كده نقسم 9 على الاثنين. زي الفل. طب هو قال لي انا عايز مساحته بدلاله الاكس، هو ده يعني عايز يشوف كده، يبقى نقدر نقول له اذا مساحه المربع بتساوي 8 اكس تربيع زائد 12 اكس زائد 9 على الاثنين وحده مساحه او وحده مربعه. ليه وحده مساحه او وحده مربعه؟ لان احنا بنتكلم في المساحات. وبكده السؤال الثاني خلاص، شكرا. ندخل على السؤال الثالث. اوجد خارج قسمه. طيب احنا لازم نمسك ده نرتب الاول، ولازم نمسك ده نرتب الاول. طيب لما نيجي نرتب ده اكس اس 3 اكبر حاجه، يبقى نكتب كده، ركز كده معايا، يبقى هنرتبه على حسب الاس بتاع الاكس. الاكس هنا اس 3 وهنا اس 1 وهنا اس 2 وهنا ما فيهاش اكس، يبقى ناخد اكس اس 3 الاول، يبقى 4 اكس اس 3. طب يا ترى ال 4 اكس اس 3 الاشاره اللي قدامها كانت سالب فتنزل سالب. بعد كده ناخد الاكس اس 2 كانت 7 اكس اس 2،
وكان قبليها سالب فتنزل سالب 7 اكس اس 2، وبعدين اكس اس 1 قبلها 3 يبقى 3 اكس اس 1 قبلها موجب، واخر حاجه اللي هو المطلق ده ال 15 موجب يبقى اهي. كل ده يا مستر المفروض على، تعال نرتب دي اكس، دي فيها ما فيهاش اكس ودي فيها اكس، يبقى ناخد ال 4 اكس قدامها سالب يبقى سالب 4 اكس، وبعدين ناخد الخمسه دي موجبه يبقى موجب الخمسه. حلو جدا. قال له اه حلو. ونيجي عاملين يا مستر حرف الكاف بتاعنا اللي هنبدا نشتغل عليه، وهنقول له سالب 4 اكس اس 3 ناقص السبعة اكس اس 2 زائد التلاتة اكس زائد ال 15. كل ده على كام يا بطل؟ على سالب 4 زائد الخمسة، سالب 4 اكس زائد ايه؟ زائد الخمسة. عندك مشكلة؟ لا. بس كنا لما بنيجي نحل الأسئلة دي كنا بنتبع الخطوات بتاعة الحل. ايه هي؟ نقسم، نضرب، نطرح، نقسم ونضرب ونطرح، تمام كده، وننزل الرقم. لو صفرت الحمد لله، ما صفرتش نعيد الخطوات تاني، نعيد تاني الخطوات. طيب تعالى نبدأ نمشي بالخطوات وربنا هيسهل أكيد يعني إن شاء الله. سالب على السالب تمشي، سالب على السالب فيها الموجب والموجب مش بيتكتب، 4 مع الأربعة تمشي، إكس أس 3 على الإكس يبقى هنا كده إكس أس 2. يبقى أنا قسمت، بعد القسمة نعمل إيه؟ نضرب الإكس أس 2، هنضربها، هنمسك الإكس أس 2 نضربها هنا. إكس أس 2 في سالب 4 إكس موجب في سالب بسالب، 4 إكس في إكس أس 2 يبقى 4 إكس أس 3 زائد إكس أس 2 في 5 يبقى 5 إكس أس 2. كل ده يا مستر نغير، وبعد كل ده خلاص خلص نغير الإشارات. هنخلي السالب موجب وهنخلي الموجب سالب، فسالب 4 إكس أس 3 وموجب 4 إكس أس 3 العدد ومعكوسه يمشوا مع بعض. سالب 7 وسالب 5 الإشارات متشابهة، دي سالب ودي سالب، يبقى نجمع 7 و5 12 إكس تربيع، وطالما الإشارات متشابهة نجمع وناخد إشارة الكبير يبقى سالب 12 إكس تربيع زائد 3 إكس زائد 15. يبقى هنا كده بعد ما قسمنا ضربنا طرحنا نزلنا الأرقام اللي عليها الدور في النزول أو الحدود. صفرت؟ لا ما صفرتش، يبقى نعيد الخطوات دي تاني يا مستر. هنعيد الخطوات تاني، هنقسم، سالب على السالب تمشي، 12 على الأربعة فيها التلاتة، سالب على السالب فيها الموجب يعني، و12 على الأربعة فيها التلاتة، وإكس أس 2 على الإكس فيها الإكس. طب وبعدين نضرب، هنمسك التلاتة إكس نضربها هنا، موجب في سالب بسالب، 3 في 4 ب 12، إكس في إكس بإكس أس 2. طيب موجب في موجب بموجب، 3 في 5 ب 15 والإكس بتنزل. وبعدين نعمل ايه؟ نغير الخطوات، نخلي دي موجب، نغير قصد الاشارات ونخلي دي سالب. فمستر سالب 12 وموجب 12 يمشوا مع بعض، لان انا بتعامل على الاشاره الجديده اللي هي في الاقواس اللي هي في الدايره. الاشاره القديمه دي فكك منها، خلينا في الاشاره الجديده اللي انا ايه غيرتها، هي دي اللي احنا بنتعامل بيها. موجب 3 ناقص 15، الاشارات دي موجب ودي سالب مختلفه، يبقى نطرح ال 15 وال3 من بعض يدوا 12 اكس، وناخد إشارة الكبير، الكبير 15 يبقى إشارته سالب فتنزل سالب وبعدين ننزل ال 15. صفرت؟ لا يا مستر ما صفرتش، يبقى نعيد الخطوات دي تاني بكل سهولة. نقسم، سالب على السالب فيها الموجب، و12 على الأربعة فيها التلاتة، والإكس تروح مع الإكس، ونمسك التلاتة بقى نضربها، 3 في سالب 4 بسالب 12 إكس، وموجب في موجب بموجب، و3 في 5 ب 15. قال لي كويس، نغير الإشارات، نخلي دي زائد ونخلي دي ناقص، فدي تروح مع دي ودي تروح مع دي. صفرت يا مستر، طالما صفرت يبقى كده مسألتي خلصت وهي كانت قابلة للقسمة. هو قال لي اوجد خارج القسمة، هنقول له كده إذا خارج القسمة هو الناتج اللي طلع فوق ده اللي هو إكس تربيع زائد 3 إكس زائد 3. ده كده بالنسبة لنا يا مستر خارج القسمة. طيب ندخل على السؤال الرابع. الجذر التكعيبي للسالب بينزل سالب، وال125 5
والجذر التكعيبي لل 64 4 في ال 16 جذرها 4 وال 25 جذرها 5 زائد أي حاجة أس صفر بواحد. فنبدأ نقول له يا مستر ده يروح مع ده وده يروح مع ده يتبقى واحد. هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد وهنا واحد. فلما نيجي نضرب واحد في واحد بواحد، واحد في واحد بواحد، واحد على الواحد فيها الواحد، بس ما ننساش السالب. يعني بص كده كله اختصر. نضرب، بص السالب نزل اهو، واحد في واحد بواحد، واحد في واحد بواحد، كل ده زائد ايه؟ زائد واحد، والواحد ده مقامه واحد. سالب واحد على الواحد فيها السالب واحد، واحد على الواحد فيها الواحد، ده سالب وده موجب، يبقى نختصروا مع بعض عشان يديني ايه؟ عشان يديني صفر. يبقى الإجابة بتاعتي زيرو يا مستر. خلصت مسألتنا. ندخل على السؤال الخامس. ارسم المثلث A B C المتساوي الأضلاع. يبقى أنا هرسم مثلث متساوي الأضلاع. أول حاجة يا مستر هجري بسرعة أجيب الأدوات بتاعتي. هجيب المسطرة بتاعتي أهي. إيه؟ جبت مسطرتي، أشد المسطرة لتحت عشان نرسم إيه؟ علشان يا حبيب قلبي ارسم 5 سم اهو من اول الصفر لحد هنا كده. فده كده بالنسبه لنا ال 5 سم، ونقول للمسطره انت شكرا. ندخل بعد كده نجيب مين؟ ندخل للادوات نجيب البرجل. وكمان على فكره محتاج المسطره في البرجل برضو. طيب جبت البرجل. هو قال لي مثلث متساوي الاضلاع، يعني الضلع الاول بخمسه والضلع الثاني بخمسه والضلع الثالث بخمسه. انا رسمت الضلع الاول اللي هو رسمته طلع 5 سم. قال لي اه. طيب الضلع الثاني هو المثلث اسمه اي بي سي، فممكن اسمي الضلع ده اي بي. طيب الضلع الثاني يا مستر طوله كام؟ ما هو قال لي مثلث متساوي الاضلاع، يعني كلهم 5 سم، يعني كلهم بخمسه. الضلع الاول بخمسه والضلع الثاني بخمسه والضلع الثالث بخمسه. فانا عشان ارسم الضلع الثاني لازم افتح البرجل 5 سم. فبحط السن بتاع البرجل، احط السن عند الصفر وابدا ايه الم مسألتي كده او الم البرجل كده اهو. اهو جه عند مين؟ جه عند الخمسه بالظبط. يبقى انا كده وقفت. بعد كده نيجي ماسكين المسطره دي نقول له مش عايزينها، ونيجي ماسكين البرجل ونقف كده بسن البرجل فين؟ نقف بسن البرجل هنا كده. بص كده يا بطل، هنقف هنا كده بسن البرجل فين؟ عند الايه ونيجي عاملين كده. حلو. وبنفس الفتحه اللي انا كنت فاتحها اقف بسن البرجل عند البي اهو. لان هو ليه يا مستر ده خمسه؟ لان انا عايز ارسم كل الاضلاع خمسه. فالضلع ده هيبقى خمسه والضلع ده هيبقى خمسه واللي تحت خمسه عشان هو قال لي مثلث متساوي الاضلاع. ونيجي راسمين ايه كده ونقول له يا برجل انت شكرا دلوقتي دورك خلص. وبعدين نيجي رايحين بسرعه ماسكين المسطره بتاعتنا. مسكنا المسطره قال لي اه. قلت له خلاص امسك اظبط بقى مسطرتك اهو. وصل. وصل اهو. حط هنا كده، حط هنا كده الصفر اهو. تمام. وامسك المسطره لفها لي كده اهو. اقف لحد هنا كده. اظبط بس كده ايه المسطره بتاعتك اهو. تمام كده. ونيجي راسمين كده الضلع ده كده اهو اهو. ده كده 5 سنتي. وبنيجي بنفس البرجل بنفس قصد المسطره اللي معانا ونيجي ظابطينها كده اهو اهو. ونيجي ظابطين كده المسطره اهو اهو. طبعا انا مش عارف اتحكم في المسطره قوي لان على السبوره، لكن انت في كشكولك هتقدر تتحكم في المسطره بسهوله يعني. ونيجي ماسكين دي كده ونيجي راسمين كده اهو. حلو. ونيجي اقول له خلاص انت هتلاقي يا مستر A و B وهنا كده هيبقى C. دي 5 سنتي ودي هتبقى 5 سنتي ودي هتبقى 5 سنتي. يبقى كده انا رسمت مثلث متساوي الاضلاع. يبقى معنى كده طوله 5 يبقى كل ضلع بخمسة وكده انا خلصت. طبعا دي المفروض يعني المفروض ان ده كده اهو بالظبط وده كده. بس طبعا المشكلة ان انا برسم على السبورة فممكن تبقى الرسمة مش 100% يعني. ندخل على السؤال السادس. اوجد مجموعة حل المتباينة الآتية في الكيو. هنقول له يا مستر هنا كده 5
ناقص 3 اكس اصغر من، هنضرب الاتنين هنا جوه، الاتنين في الاكس بالاتنين اكس زائد الاتنين في الواحد بالاتنين، ونبدأ نقول له ادي السالب 3 اكس تقعد هنا، ونودي الاكس دي هنا كده يبقى سالب 2 اكس اصغر من الاتنين تقعد هنا، والخمسة نوديها الجنب التاني بناقص 5. حلو جدا. يبقى سالب 3 وسالب 2 يبقى سالب 5 اكس اصغر من 2 ناقص 5 يبقى سالب 3. كويس كده؟ قال لي كويس يا مستر زي الفل. طيب نقسم هنا كده على السالب 5. تعالى كده تاني علشان اهو بص كده، ادي 5 ناقص 3 اكس، 5 ناقص 3 اكس، نضرب دي 2 في اكس ب 2 اكس، و2 في 1 ب 2. ادي السالب 3 اكس تقعد، وال2 اكس تروح الجنب التاني بسالب 2 اكس، وادي ال2 تقعد، وال5 تروح للجنب التاني بسالب 5. فلما نطرح دول يدي سالب 3، نقسم هنا على السالب 5 ونقسم هنا كده على السالب ايه 5. فنقدر نقول يا باشمهندس سالب 5 تتكنسل مع السالب 5 هيتبقى اكس، والسالب يتكنسل مع السالب هيتبقى 3 على ال5. ولما بقسم على الاكس قدامه سالب واقسم عليه بغير اشاره المتباينه، يبقى الاكس اكبر من ال3 على 5. وبكده نقدر نقول ان مجموعه الحل في الكيو، هو قال لي ان انا عايز مجموعه الحل في الكيو، فاقول له مجموعه الحل هتبقى اكس حيث اكس تنتمي للكيو، و اكس اكبر من 3 على ال5. وبكده المساله بتاعتنا خلصت بكل بساطه، ما فيهاش اي مشكله، بس محتاج تركيز اكتر علشان تقدر تحل المساله. ندخل على احنا خلصنا من الساق والاوراق في الترم الاول، هتجيلنا في الترم ايه الثاني، بس هو قضاء ربنا كده يعني. المهم بيقول لي يوضح مخطط الساق والاوراق المقابل عدد الساعات التي يقضيها 20 تلميذ. يعني انا عندي 20 طالب بيقضوا ساعات مذاكره في دروسهم اسبوعيا، فاذا اختير منهم عشوائيا طالب عشوائي، فما احتمال ان يكون الطالب المختار اللي احنا نختاره يعني اكتر من 32 ساعه في المذاكره. طيب فين ال 32؟ ادي دي الثلاثه، مفيش 32، هو بيقول لك اكتر من ال 32 يعني 33 تمشي، 34 تمشي، 35 تمشي. يبقى كام طالب؟ هيبقى 3 طلاب على كام؟ على ال 20، لان هم كلهم كام طالب؟ 20 طالب. طيب احتمال ان احنا نختار طالب يقضي اقل من 23 ساعه في المذاكره، فين ال 23؟ ادي دي الاثنين ودي الثلاثه، يبقى دي كده ال 23. اللي اقل من 23 بقى ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. يبقى دي هتطلع مستر 14 على ال 20. عايز تبسطها 14 على الاثنين فيها السبعة، و20 على الاثنين فيها العشرة، يبقى الإجابة بتاعتي 7 على العشرة، وده كان 3 على ال20. وبكده يبقى وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. النهارده كنا بنحل معاكم النموذج الثالث في كتاب المعاصر للصف الاول الاعدادي. انا مستر مصطفى عرابي، وانت كنت بتسمع قناه مستر عرابي رياضيات، واشوفكم على خير في فيديو جديد وحلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.